السلام عليكم. والله الاهلي انسحب من مباراة الزمالك. ليه انسحب الاهلي من مباراة الزمالك؟ الاهلي ما انسحبش من مباراة الزمالك. الاهلي نزل قرار من اول اليوم ان انا مش هلعب اصلا الماتش، مش هكمل الدوري. ليه مش هكمل الدوري يا عم؟ لان في مشكلة كل الاندية في الدوري المصري بتتكلم عنها. كل الاندية، انا مش بكلمك على نادي واحد، كل الاندية. بل بالعكس، في ناس معينة واللي هي فاهمه كوره كويس، تمام، لو يعني مش هي فاهمه، هي واثقه ان هي فاهمه، هي المشكله ان هي واثقه ان هي فاهمه كوره. بيقول ان الدوري موجه للنادي الاهلي، وان الحكام بتجامل النادي الاهلي في الدوري. طيب ماشي، نزلت بيان ان يجب سرعه التعاقد مع خبير اجنبي يمسك لجنه الحكام. حلو. واتكلمت على الظلم التحكيمي، وكابتن ميدو قال انا في اخر 10 مباريات اتظلمت، مستوى الفريق نزل بسبب الحكام، واتظلمت كتير في كل المباريات، وغيره 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 وكل الانديه. انا بتكلم في المهم والله العظيم. انا يعني الاهلي لما كان بيتكلم، واصلا المفروض يعني الاهلي يوافق ان اي حكم مصري يجي يوافق، لان انت على كلامك انت ان الحكام اصلا بتجامل النادي الاهلي. حلو. فهمك انت، فهمك انت يعني كبير، انت فهمك كبير ما شاء الله. يعني حاجه، كابتن احمد حفيفي منزل بيان كده، يعني منشور صحفي على الفيس، طويل عريض فشيخ، والناس اللي هي ماشيه عم شغاله، عم تعمل كده، شغاله وراه، يقول لك انا ما اظنش ان 1% هيفهم المنشور بتاع كابتن احمد عفيفي. تمام. كابتن احمد عفيفي اتكلم وقال لك ايه بقى؟ قال ان انت بتشجع الفريق اللي انت بتشجعه بيمثل لك ومش بيمثل لك، وبيعمل لك شويه مكسرات على باسم مبادئ واخلاقيات والكلام ده، وان المشكله الاساسيه مرتبطه بيا وبيك. انا بتكلم على مشكله اساسيه بيني وبينك وبين اي فريق انا بلعبه. لو انت لو انت في الدور الاول انا لعبت بحكام محليين، كنت هتعترض وهتقول لك انا مش جاي. والله العظيم ده اللي هيحصل. كنت هتعترض وهتقول انا مش، انا عايز حكم اجنبي عشان هلعب مع الاهلي. حلو. انت لا، كاداره بتروح طالع بمنشور بيان تاكد على كلام النادي الاهلي، ما تبقاش ضده. انا مش هروح العب مع المباراه وماليش دعوه. انا ثقتي في المحلين دلوقتي بقت ثقتك في المحلين. ليه؟ لان انت عرفت ان النادي الاهلي نزل بيان، واثق من نفسك ان الاهلي مش هيرجع في كلامه، ان انا مش هرجع، مش هلعب. تمام. رحت منزل بيان، لا انا واثق في الحكام المحليين المصريين، وان احنا بنشجع الكوره ومش عارف ايه، وهننزل نلعب و... والكوره في ملعبنا، واحنا موافقين، واحنا مش هنجيب حكام اجانب ومش عارف ايه. الاهلي اعترض، لا احنا مالناش دعوه، احنا مالناش دعوه. احنا الاهلي يعترض ما يعترضش دي حاجه احنا ما تخصناش. ليه؟ لان انت واثق ان الاهلي مش هيجي، فانا هروح. الاهلي حجته ايه ان هو ما يجيش معاك؟ ايه اللي ناقصه؟ سواء لعيبه او مستوى او اي حاجه، يعني حجه ان هو ياخدها حجه كده انه ما يجيش الماتش. المفروض اللي يحصل العكس، ان انت توقف مع النادي الاهلي، مش تبقى ضده. هو اي حاجه ضده فيها عشان الجماهير هاصت ووقفت. لا، مفيش جماهير، مفيش واحد بيفهم يتكلم في النقطه دي. انا بتكلم في نقطه ان انا النادي الاهلي مع الكل، انا مش معاك، انا مش معايا انا بس. ما هو انا الدوري موجه على كلامك انت، الدوري موجه ليا. انا هوقف ليه قدام ده حكم محلي؟ ما يحكم يا عم زي ما يحكم، ان شاء الله هلعب معاك مباراه من غير حكام. بس انا الاهلي حذر كام مره من الحكام المصريين والظلم التحكيمي اللي بيحصل. هتيجي تقول لي يا عم انت بتتكلم على ظلم محلي، ما هي دي المصيبه، هي دي المصيبه. انا مش بتكلم على ظلم محلي، انا يا عم انا مش مظلوم، انا مية مية واخد حقه وزي الفل، وكل سنه في الدور الاول وباخد الدوري. كل سنه، كل موسم انا في المركز الاول وباخد الدوري. في واحد صاحبي قلت له دلوقتي لو انا اتسحبت وما كملتش الدوري وطلعت منه، بيراميدز هياخد الدوري منك. عارف قال ايه؟ قال لي يا عم اخده يا عم،
ده مية مية، ده على قلبنا زي العسل. بيراميدز اللي خد اسمك في دوري ابطال افريقيا، واللي انت ليك كام موسم مش عارف تلعب فيه اساسا او تحصله، مفيش. لما اتحاد الكوره اللي انت مفخم فيه واتكلمت عليه واحنا معاه ومش معاه، لما اتحاد الكاف بعت ان هو عايز اسامي الفريق الاول والثاني عشان يشارك في ابطال ايه، ابطال افريقيا. طب لسه الدوري ما خلصش يا جدعان، هيعمل ازاي؟ ايه الظلم ده كده الزمالك مش هيشارك، ده كده الاهلي وبيراميدز بس. لا ده ظلم، احنا ضد الاتحاد الكوره. لما الكوره جت في ملعبك احنا مع اتحاد الكوره. لما الاهلي انسحب احنا هنلعب المباراه. طب استنى بكره، احنا مش هنستنى ولا ثانيه، احنا عندنا قرار وقرارنا ثابت، قرارنا ثابت. في المباريات التانية اللي انسحبت فيها في 2020 ايام الاتوبيس ما اتاخر واتكلمت، الناس هاصت وانت برضو شجعت فريقك مع انه كان غلط. المفروض كنت نزلت بيان وعملت فيه ان انت خلاص انا مش هاجي المباراه، انا مش هاجي المباراه وهنسحب. رحت موخر الاتوبيس وقلت ان الاتوبيس اتاخر وانا جايب لك اشبال والاتوبيس اتعطل على الدائري ومش عارف. طب وليه انت بتلف؟ ما تيجي يا عم دغري كده وقول ان انا مش هاجي المباراه زي ما انا ما عملت. انت ما تعرفش تعملها دي، ما علينا. النادي الاهلي اللي انت فرحان فيه وان هو انسحب، هو ما انسحبش، هو اعترض ان انا مش عايز حكام محليين، انا جبت لك حكام اجانب، هات لي انت حكام اجانب. مش معاك فلوس اطلب من اتحاد الكرة ان هو يعمل ايه، يجيب لك حكام اجانب. حلو، اتحاد الكرة ما جابش حكام اجانب. انا عايز العب الكوره اللي هم الفريقين. ده المفروض ان ده الكلاسيكو بتاع افريقيا اللي هو اقوى ناديين في افريقيا، ده المفروض اللي انا بتكلم فيه. انا يا الو يا كابتن خطيب، انا معاك في البيان اللي انت نزلته، احنا مش عايزين حكام محليين، ده اللي بيفهم كوره والله العظيم، اللي بيفهم كوره. انا معاك يا خطيب ان احنا مش عايزين حكام محليين، لان الحكام المحليين معروفه ان هي بتميل لاي فريق، وهي دي المصيبه. وكل مره فيها وكل سنه فيها، وحذرنا كام موضوع. الاهلي حذر يا جدعان الظلم التحكيمي، وانت نفسك حذرت ونزلت بيانات 3 4 5. ميدو نفسه لما كان بيدرب الفرق التانية كان بيتكلم على الظلم التحكيمي ضد مع الزمالك. لما هو كان بيتظلم، لما كان بيدرب الاسماعيلي اتكلم على الظلم التحكيمي للزمالك، قال مبروك المباراه لنادي الزمالك بالحكام. ميدو حاليا اللي انت بتسقف له، عم تسقف له وتقول له يا عاش ميدو عاش بتاعنا، هو ده. دلوقتي ميدو تحول بقى عندك انت، تمام؟ اهلا وسهلا، مرحبا باشا، تعالى اتكلم. ورحت مطلع وعامل مؤتمر صحفي و50 60 سماعه كده حواليك مايك وعليهم البانر بتاعهم بتاع القنوات وعمل كده. احنا في اخر 10 مباريات اتعرضنا لظلم تحكيمي، ولازم نعمل وقفة وننزل بيان ان بسرعة التعاقد مع خبير اجنبي لادارة لجنة الحكام. مش هو ده اللي اتقال يا جدعان؟ ولا مش انا قلت؟ ولا انا مين اللي قال؟ منشور كابتن الاستاذ احمد عفيفي اللي احنا مش هنفهمه على رأي على كلام كنت يعني ومشيت وراه والكلام ده. المنشور ده لو على الكل الكل هيعترض، وانا مش معاك فيه وهو مش هيبقى معاك فيه وهو هيبقى ضدك، صح كده؟ انا منزل منشور امتى؟ لما نزل موضوع ان الاهلي هينسحب من المباراه، اروح منزل منشور عريض وازاك يفهم ليه؟ لان المنشور نازل بحته فلسفه كده بكلام ناعم حلو جميل، عجبني ان الكلام ده والله. لما انا قريت المنشور بصراحه يعني منشور حلو يعني كصيغه والمكتوب والتنسيق بتاع الكلام والقراءه وحبه المكسرات ومش المكسرات وهو ده وواجه الحقيقه ومش واجه الحقيقه والكلام ده ماشي. ما هو انا مواجه الحقيقه، انت مواجه الحقيقه؟ انت مش مواجه الحقيقه.
انا في كل اداره بتتغير بتواجه الحقيقه، ما حصلش والله ما حصل. انا مش بواجه حقيقه. انت بتواجه حقيقه، ما حدش بيواجه حقيقه. انا مش بواجه حقيقه، انا مواجه حقيقه اهو. كلنا حقائق، مواجهين حقائق، حقائق كتير. يعني والله العظيم يعني. والناس، في ناس بتطلع بتقول لك الاهلي خايف. الناس دي بص، اللي هو بياخد كلام ومنشورات مع ناس كباتن كبيرة وفاهمة كورة، ده عندهم، وأساتذة كورة، بيروح شايل الكلام ده ويروح يحطه في دماغه هنا، ودماغه دي معبية ايه؟ معبية الكلام اللي نزل والمنشورات اللي نزلت والبيانات وايه وهيص. البيانات نزلت كتيرة. ما تحاولش تقنعه، والله ما هيقتنع لو انت قلت له ايه. النادي الاهلي كان مع الكل، مش معاك انت بس. انا بتكلم في مشكلة عامة، دي مشكلة عامة مش مشكلتي انا وانت. بس مين اللي هيفهم؟ هيقول لك انا ضد الاهلي. طب ما خلاص يا عم، انت ضد الاهلي. ما هو انت لو شفت واحد فكر هيقول لك ده قرار ضعيف، والله قرار ضعيف منك. اتحاد الكوره لما الطرفين ضد بعض ثبت على كلامه. الطرفين لو مع بعض مش هيثبت على كلامه، هيأجل المباراة، هتتأجل المباراة وهتلعب. بس انت مش لا لا لا، انا عايز العب، مش مشكلة اتصرف انت، انا عايز العب، انا ماليش دعوة، هلعب. حكام مصريين من غير حكام هلعب. ليه؟ لان الاهلي هينسحب. هي دي. والسلام ختام.